بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد فترة سجن سنوات ونحن في سجن الأمن القومي، وذاك العذاب الذي تعرضنا له والأهانة التي تعرضنا لها أنا والأستاذ عبد القادر ماروك فرنسي الجنسية. طبعا تعرضنا لأنواع من التعذيب لا يعلمها إلا الله. أهانونا إهانة كبيرة جدا. طبعا أنا ضربوني حتى حصل لي الشلل، وبترك شهادة ما تعرضت له للأستاذ عبد القادر. أما ما تعرض له الأخ الفرنسي الأستاذ عبد القادر ماروك، هم خطفوه طبعا من مطار صنعاء وجابوا له عندنا. أنا كنت قد دخلت السجن قبله. عندما وصلوا له عندنا وصلوا انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق، ضربوه بالبنادق حتى سقطوه الأرض، وبعدين كهربوه وقاموا بسحله ودشدشته بالماء الثلج وسحبوا له شماسي، وبعدين ردوا له زنزانة رقم 7، زنزانة انفرادي مظلمة. تركوه أشهر، يعني كل يوم يطلعوه في الليل يضربوه حتى الفجر، وكمان يعني يطلعوه الصباح يضربوه 4-5 ساعات ويردوه لعندي. أول شيء يعني كان في انفرادي في زنزانة اللي أمامي وجنبي، يعني كنت أسمع صياحه وكان يضربوه وبكاء، والضربة اللي كان يحصل له يعني ما فيش بيني وبينه مترين من البوابة حق زنزانة حكي رقم 3، لأن 7 هي يعني المقابلة لها انفرادي مظلمة، ما فيهاش هواء، ما فيهاش شمس، ما فيهاش أي حاجة. عذبوه كثيرا. كان يتركوه بدون أكل. كان عندما يدقوا عليهم الباب أنا جاوع يقوموا بضربه ضرب شديد وضرب عنيف، ما كان يرحموش نهائيا. وكل ما يتكلم يضربوه: اسكت يا جاسوس، أنت جاسوس المخابرات الفرنسية، أنت جاسوس، أنت عميل لأمريكا، أنت عميل فرنسا، أنت عميل مدري من أنت. المهم بهذلوه. طبعا من ضمن العذاب اللي عذبوه أنه منعوه من زوجته لا يتكلم معها ولا مع أطفاله، فرقوا بينهم ولما سمحوا له بالاتصالات ولا بالزيارة. طبعا عندما كان في الزنزانة الانفرادي قبل ما يجيبون له عندي يعني حرموه حتى الملابس. يعني جلس بسروال وفنيلة مدة تقريبا 3 أشهر بدون تغيير، ما فيش تنظيف، ما فيش ماء، ما فيش يتروش، ما فيش صابون، ما فيش شامبو، ما فيش أي حاجة. يعني حتى ان جسمه امتلأ، يعني كان يتساقط بالجمل واصيب بمرض الجرب من شدة وساخة السجن اللي كان عبد القادر فيه. بعدين عندما خرجنا لشمسي وردوه عندي وجلسنا مع بعض الفترة، يعني فترة أكثر من سنة أنا وعبد القادر. شكالي بالعملية النصب والاحتيال اللي حصل عليها من إحدى الشركات اليمنية، واللي بسببها كان دخوله إلى صنعاء. يعني هو هرب من الجنوب خوفا أن أحد يقتله ولا يحصل في أي شيء في يعني في عندما غابت سلطة الدولة وانكسرت وسيطر تنظيم القاعدة على حضرموت، خاف على نفسه وهرب إلى صنعاء. وصل طبعا مسكوها الحوثيين في المطار بهذا التهمة الكاذبة. عذبوه كثيرا على أساس أنه يريدون مادة إعلامية لقناة المسيرة أن عبد القادر هذا جاسوس لفرنسا وجاي يتجسس على اليمن. احنا كلنا اللي في السجن نعرف ان الرجال مظلوم، والرجال طبعا اكلوا امواله، دخلوا معه اموال كثيره. من ضمن المفارقات انه مره حول لي 500 يورو واكلها ابو شامخ وابو محمد وابو علي الحوثي وما وصلت. وكلمت في الشمسي بيقول لي قال اشتروا لك علاج؟ قلنا لا ما اشتروا علاج. ما اشتروا لك انت يا عبد القادر؟ كيف اشتروا لي انا؟ قال انا اعطيتهم 500 يورو. قلت فين الفلوس؟ قالوا ما لك دخل. اكلوها عليه، فاكلوا كل المبلغ اللي معاه. يعني اكلوا هذيك الايام ما يعادل يعني 60,000 دولار، كانت حوالي 45,000 يورو اللي اخذوها. بس هو ما قدر يتكلم، وطبعا خارج من سجنه خايف يتكلم. وايضا ما كان يقدر، يعني عندما كان يقول لهم انتم حرامي، انتم اخذتم فلوسي، كان يقوموا ينهالوا عليه بالضرب ويهينوا. واترك المجال الان للاخ عبد القادر. طبعا احنا انتقلنا من السجن الاول للسجن الثاني، وبعدين انتقلنا الامن السياسي. عندما وصلنا الامن السياسي كانت هناك المأساة، كان يتعلق في الشمسي لفترات طويلة، يعني كان يجلس طوال الليل في الشمسي على يد ابو سامي وعلى يد ابو اسلام هؤلاء وابو عمار. هؤلاء كانوا يعذبوه عذاب كبير جدا. اترك الكلام. الأستاذ عبد القادر ماروك، كيف كان التعذيب للشيخ جمال المعمري؟ يعني التعذيب حق الشيخ مرمري كنت يجوا العسكر 3-4 عسكر يخرجوا من زنزل من الغرفة نفس كل مرة في الليل. وصل في الليل يرجعوا، يعني كنت نسمع الصوت والسياح مردور
مع الكهرباء مع الماء، تمام. بعدين يرجع تقريبا الفجر الساعة 5-6 الصباح، يرجع ما يقدر ولا يتمشى ولا حاجة فوق البطانية كده، فوق البطانية العسكر يدخلوا في الغرفة 3 اليوم، ولا يأكل ولا يتكلم مع الوجع الضرب، تمام. كنت يجلسوا 4-5 عسكر يضربوا، نسمع الشيخ مرمري كنت يسيح، نسمع الكايبل كنت يضربوا مع الكايبل، هو يقول لهم لو سمحت وقفوا، يزيدوا واحد عسكري يتعب، يجي واحد عسكر تاني يضربه تاني، وكذا 5-6 ساعات، تمام. كلمهم كيف الزنزانة اللي كنت أنا فيها من الغرفة الزنزل كله نفسه، يعني الضوء خفيف، ما تشوف صاحبك محبوس معك، ما تشوف وجهه، تمام. في السولاسول يعني في الأرض، في مساخ، كل مساخ ماء ما في، يجيبونا بلدي 1-2 بلدي، الحمام ما في ماء. وقت نبول داخل صحن ولا كيس، وبعدين يجي عسكر اليوم تاني يقول لنا خرجوا الكاس، يعني حتى الحيوان ما يقدر يعيش في هذه الغرفة، مساخ كامل، أكل ما في، علاج ما في. أنا كنت نسمع مرمري يطلب علاج مع الوجع، ما يقدر يتمشى، الحين يشوف فوق الكرسي ما يجيبوا علاج، يقولوا موت. نسمع عسكر يقول موت صح. حيوان موت كي كلب، يسبونا، تمام. كذا 2 سنين أنا شفته، 2 سنين وصل. أستاذ عبد القادر، لماذا حبسوك وما كانت تهمتك؟ يعني مسكوني في مطار دولي صنعاء 2016 شهر 1. أول القضية جابوني قالوا لي أنا جاسوس في الاستخبارات الفرنسي، تمام. لكن أنا 7 سنين نشتغل في اليمن مع وزراء النفط، عندي عقد شغل، يعني بعدين غيروا القضية مع قضية تاني، يعني يجيبوا كل الأجنبي يجيبوا نفس الكلام، أنا جاسوس. ومرمري قالوا جاسوس من السعودي، حكومة السعودية ومقاومة، تمام. نفسه يعني نفسه. كم متى تواصل معك الشيخ جمال، وكم جلس يتواصل معك؟ أنا خرجت الحبس يعني ديسمبر، شهر ديسمبر 28 تاريخ، تمام. بعد 3 شهور، 3 شهور ونص، الشيخ مرمري كلمني، تواصل مع أختي في فرنسا وجابوا الرقم حقي في اليمن، تواصل. من ساعدك بالهجرة أو المغادرة من صنعاء إلى مارب؟ يعني كنت تتواصل أنا، يعني وصل من طريق واتساب، كنت متواصل مع الشيخ جمال. أيوة، وهو سوى ترجم من السعودي، كنت أتواصل مع أصحابه في صنعاء، وأخو حفظ في مارب يسلمني، واتفقنا كده نخرج طريق مارب من طريق حق جمال. يعني التقوا بك في مارب. أيوة. وظليت أيوة. معهم. يعني احنا أجلس في بيت أخوه، قمنا بتهريب من صنعاء. أيوة. تم تهريبك عبر الشيخ جمال أيوة. مامري. من الذي وقف معك يعني في مارب بشكل كبير؟ كيف؟ من وقف معك في مارب؟ من يعني من الحكومة؟ جلس؟ لا يعني من اللي جلس معك في مارب؟ يعني حافظ، أخوه حافظ. أنا رسلت حافظ. أيوة. طبعا هو كنت يجلس معي، يجيبني من مقعدي وكل شيء، حق الأطفال وأنا وكل شيء. شكرا أستاذ عبد القادر. شكرا جزيلا. طبعا اللي تعرضنا له من جرائم، نحن ننادي الهيمن رايتس ووتش، ننادي لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن، ننادي المفوضية السامية، ننادي أيضا المقرر العام بالأمم المتحدة، ننادي أيضا لشؤون التعذيب، وننادي المقرر العام لشؤون المختطفين، نناديهم بالكامل أن يتدخلوا وينظروا إلينا، فنحن يعني لم يلتفت إلينا أحد. الرجل طبعا أنا قاموا بنهب كل ممتلكاتي، كما الأخ عبد القادر نهبوا كل ممتلكاته، يعني ما راعوا فيه إلا ولا ذمة، سرقوه سرقة من أول وسرقة يعني في السجن، وسرقوا عليه كل شيء. شكرا.